السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. 3 منتخبات عربية في كأس العالم لكرة السلة. 3 منتخبات عربية صنعوا الإنجاز، عملوا إنجاز رياضي عربي عظيم. بتكلم على مصر، لبنان، الأردن. التلاتة دول أو ال3 منتخبات دي احنا محتاجين نبص على ازاي ده تحقق أو ازاي الإنجاز ده تحقق بالزاوية اللي أنا بكلمكم في الرياضة من خلالها على طول يعني. لكن خلينا نتفق على حاجتين. أنا مع مصر ولبنان هتعاطى مع الموضوع، وهنشوف مع بعض ازاي لما بتتحدى الهدف بتعرف توصل، ازاي بتحط هدف وبتتحداه فبتعرف تعديه. لأنه هي الفكرة من تحدي الهدف إن أنت تعدي، إن أنت تعمل حاجة أعلى. وهشوف مع الأردن ازاي اما تكون مدير كويس تقدر تعمل إدارة ذهنية من خلالها تعيش عناصر مشروعك في مود أو يعني في حضور ذهني على مستوى الحدث اللي انت فيه، اللي هو تصفيات كأس العالم. بالمناسبة ده في أي مجال في الدنيا، مش في الرياضة بس، ولا في يعني في أي مجال في الدنيا. مدير حضرتك ومدير حضرتك عندنا لما كان عندي مدير في اي مجال المدير يقدر يعمل ده. طيب خليني بس ابدا بمنتخب الاردن، باعتبار ان انا مصر ولبنان عندي نفس الموضوع. منتخب الاردن كابتن اسامه الصوص طبعا ده من اهم اللعيبه الاردنيين، لعيبه كره السله الاردنيه، ومن اهم اللعيبه حتى على المستوى العربي. يعني يمكن هو خد احسن لعيب في البطوله العربيه في الدوره العربيه في مصر 2007. اسامه الصوص بيتكلم بعد ما الاردن كسبت الهند وصعدت، ضمنت الصعود يعني، وبعد انتهاء المرحلة النهائية في تصفيات كأس العالم المؤهلة لكأس العالم كرة السلة في عن قارة آسيا. بيقول التصفيات كانت صعبة جدا، والمراحل كانوا في قمة الصعوبة. اللعيبة في آخر مرحلة، لعيبة منتخب الأردن كانت خلاص مجهدة جدا، وكانت حتى التركيز بتاعهم، حتى الحوافز بتاعهم قلت. لأن انتوا عارفين وأنا قلت قبل كده البدنية لما بتقع خلاص ما بتبقاش عارف تركز. وده اي حد فينا، يعني انت لما بتكون تعبان مرهق مش نايم كويس ما بتبقاش قادر تركز في اي حاجه، يومك بيبقى صعب شويه، بتبقى مقرف، مش مبسوط قوي. هي نفس الحكايه، لعيبه منتخب الاردن كانت مجهده لدرجه انها مش قادره تركز. هو استخدم معاهم طريقه في الاعداد الذهني، استخدم معاهم طريقه تخليهم عايزين يكسبوا، عايزين يروحوا كاس عالم. اللي هي ايه؟ هو اسامه الصوص بيقول ان هو قبل بدايه المرحله النهائيه خالص اتكلم، قال لهم بصوا انتوا يا هتصعبوها على نفسكم قوي وتخرجوا كلكم، مش بس ما تروحوش كاس عالم، ده منكم الموسم بتاعه هيخلص، انتوا هتخرجوا باصابات واجهاد عضلي وكلام من ده، وممكن اللي هيكون محبط فمش هيقدر يكمل الموسم بتاعه. يا اما تروحوا كاس عالم ويبقى سنه 23 دي هي الافضل بالنسبه لكم، بصرف النظر بقى مع انديتهم عملوا ايه. وانتوا مش اول ناس هتوصلوا كاس العالم، لكن انتوا اللي هتخلوا الاردن تكمل في كاس العالم. فالكلام ده بيعمل في اللعيبه حاجات، الكلام ده عامه في اي انسان، التحفيز بالطريقه دي بتعمل فيك حاجات وبتطلع منك طاقات رهيبه تخليك تكسر الدنيا. كويس. يمكن انا يعني لما بتكلم في حاجه كده اساسا من اكتر المشاهد اللي بحب استحضرها كان الباتشينو في احدى افلامه. كان هو مدرب وبيحفز اللعيبه بتوعه، فكان بيحفزهم حتى نبره الصوت. اللي منكم شاف المشهد ده، اللي ما شافش يدور عليه، موجود على يوتيوب. حتى نبره الصوت بتاعه الباتشينو في المشهد تخليك تدخل تاكل الدنيا كلها مش تكسب بس. ده اللي عمله اسامه الصوص. فعشان كده انا المديرين الفنيين اللي من النوعيه دي، والمديرين عامه من النوعيه دي، انا بحترمهم جدا. اللي بيفكر كده وبيعرف وبيبقى عايز يوصل للحته بيعمل حاله وجدانيه، بيبقى عايز يوصل للحته
المزاجيه للعيب بتاعه، بيبقى عايز يوصل لقلب اللعيب بتاعه. فهو سام الصوص عمل كده. مليون مبروك طبعا للمنتخب الاردني، لانه فعلا، ومليون مبروك لوسام الصوص، ومبروك لكرة الصالة العربية ان احنا عندنا مدير فني لكرة الصالة العربية بهذه العقلية وبهذا الشكل وبهذا الاسلوب. لانه حتى لعيبة منتخب الاردن، معظم لعيبه منتخب الاردن، يعني احمد سليمان كابتن المنتخب الاردني بيقول لولا التحفيز اللي عمله وسام الصوص وباقي الجهاز الفني احنا ما كناش عرفنا نعدي المرحله النهائيه، لان فعلا احنا كنا مجهدين. فده كلام يعني سواء تصريحاته هو عمل ايه او كلام كابتن المنتخب الاردني، كلام واضح جدا انه الاسلوب اللي تبعه سام الصوص هو كان السبب الاساسي في تجاوز الاردن مرحله النهائيه وصعودها لنهائيات كاس العالم. اجي لمنتخب لبنان، عندي تحدي الهدف مع مصر ولبنان. هبتدي بلبنان وهقفل الحلقه بمنتخب مصر. منتخب لبنان السنه اللي فاتت خد بطوله عربيه وبطل عرب في كره السله، وكسب في النهائي على تونس ويمكن انا في ميدو الملاعب عملت حلقه كامله على المنتخب اللبناني واتكلمت على باتريك سابا المدير الفني للمنتخب اللبناني، اللي هو وساعتها حتى قلت لكم ده مدرب عبقري. يعني ان انت تبقى في ظروف زي دي كلنا عارفينها طبعا وما ادخلش انا في تفاصيل اخرى، وتعرف تكسب كاس العرب، كانت قصه يعني، وكان حاجه عظيمه. طيب باتريك سابا عمل ايه؟ وليه بقول تحدي الهدف مع المنتخب اللبناني؟ لان باتريك سابا ما كانش قادر يروح يدخل معسكر قبل البطوله، يعني قبل كاس الامم قبل المرحله النهائيه في تصفيات كاس العالم، مش قادر يدخل معسكر بسبب الظروف. فاتحاد السله اللبناني قال له احنا مش هنقدر نعمل لك معسكر. فهو هنا بقى الكرياتيفيتي، قال لهم بصوا كمعسكر اعداد احنا هنعتمد على الانديه بتاعتكم، سواء انديه لبنانيه او اللي بيلعب منهم بره لبنان. طيب ده واحد. الحاجه الثانيه بقى، لما جم بقى يعني الفرقه اتجمعت وكده المنتخب اللبناني، هو اتبع طريقه مهمه جدا باتريك سابا، اللي هي ايه؟ اللي هي تحدي الهدف. حطوا قدامهم ايه؟ حطوا قدامهم صور وفيديوهات تتويج لبنان بكاس العرب، واللعيبه بتستلم وبترقص وهو اساسا بيشيلوه وحاجات من دي، والاحتفالات حتى الشارع اللبناني حطوها قدامهم وقال لهم انتوا كده، انتوا كنتوا كده ابطال العرب وهتستمروا للبطوله الجايه. المره دي احنا عايزين ننقل لبنان لغير محل، يعني لحته تانية. طبعا حبايبي اللبنانيين اللي بيتابعوني فاهمين غير محل دي، بس احنا بس بنفسر يعني. فلحته تانية، الحته التانية دي ايه؟ ان احنا نروح كاس العالم. احنا كنا ابطال عرب، طيب او احنا ابطال عرب، احنا دلوقتي في البطوله دي بنتحدى هدفنا. احنا خلاص كان الهدف كاس العرب، احنا عايزين نعدي ده، احنا عايزين نعدي المحيط بتاعنا العربي، عايزين نتنقل بقى لكاس العالم. اكتر من لاعب لبناني بعد الفوز على الهند 104-74، اللي هو الماتش اللي صعد بلبنان كاس العالم وادى لبنان كاس العالم، اكتر من لاعب لبناني بيقول هو لولا ان احنا في اذهاننا فكره ان احنا في هدف بنتحداه وعايزين نوصل لاعلى من كده، كان ممكن جدا ما نعديش، بسبب ان هم كفرقه ما فيش حتى تفاهم بينهم. يعني ما فيش معسكر، ما اتعملش معسكر للفريق، فالفريق ما لعبش مع بعض، ما يعرفوش بعض. بمعنى ايه ما يعرفوش بعض؟ ما يعرفوش لعب بعض، كل واحد ما يعرفش التاني اتطور ايه فيه. ما انت المعسكر في المنتخب بتعمله ليه؟ علشان كل لعيب يعرف التطورات اللي حصلت في اللعيب التاني. ده بقى بيباسي اكتر، ده بقى بيعمل تحت السله ريباوندز عليت في الدفاع، لكن بقى بيعرف يلتحم كده يعني. حتى تفاصيل فنيه انا مش عايز اتكلم فيها قوي يعني. المعسكرات بتتعمل عشان كده، دول ما عملوش. فالراجل بيقول احنا لولا ده، لولا ان هو حط حته الهدف اللي احنا عايزين نعديه، ما كناش عرفنا نوصل كاس العالم. اكتر من لاعب لبناني كان تصريحه كده. انا بكرر تاني علشان الموضوع كان روعه يعني، وانا بجهز الحلقه بصراحه الشغل اللي عمله باتريك سابا رائع.
وبرضه مبروك للبنان، مليون مبروك لينا كلنا كعرب، صعود لبنان لكأس العالم. وبرضه حاجة حلوة قوي لازم نكون فخورين بيها، ان احنا عندنا باتريك سابا مدرب عربي لبناني، زي ما عندنا وسام الصوص مدرب عربي اردني. اخر حاجة عايز اقفل بيها منتخب مصر. منتخب مصر برضه روي رانا المدرب الكندي، المدير الفني الكندي لمنتخب مصر، تقريبا عمل نفس الفكرة مع اللي عملها باتريك سابا، بس كانت اصعب كمان لروي رانا. ليه؟ لان مصر احنا بقالنا كتير، يعني احنا بقالنا كتير قوي في بعيد شويه، يعني بقالنا كتير ما خدناش كاس الافريقيه في كره السله، بقالنا كتير من اخر مشاركات لينا في كاس العرب، يعني يمكن اخر 5 مشاركات كسبنا واحده وخدنا التاني مره وخدنا التالت مره، فاحنا بعيد شويه. يعني على مستوى الدورة العربيه الافريقيه برضو ما كناش مش احسن حاجه في اخر 3 دورات، ف... فاحنا بعيد. فانا شفت عمرو الجندي وايهاب امين قبل ما تبتدي المرحله النهائيه اللي هي كانت اتعملت في اسكندريه. كان ايهاب امين بيقول احنا عندنا حلم نوصل لكاس العالم، لان احنا في حاجات عايزين نحققها ما عرفناش نحققها، فاحنا ده لازم، احنا حاجه دي لازم نوصل لها، لانه الواحد بيندم على الحاجه اللي ما حققهاش بعد ما بيبطل، مش الحاجه اللي عملها. يعني انت لو عملت حاجه ما بتندمش عليها، ده كلام ايهاب امين بالمناسبه، مش لكن انت بتندم على الحاجه اللي ما عملتهاش. علشان كده كان ده مثلا تصريح لايهاب امين. تصريح تاني لانس لانس اسامه. انس اسامه برضو بيقول حاجه كده، يعني بيقول احنا برضو قبل البطوله، انا بجيب لكم التصريحات اللي قبل البطوله علشان دي كانت مهمه جدا يعني بالنسبه لي، يعني وشايفها هي اللي خلتنا نصعد كاس عالم اساسا. برضو انس اسامه بيقول احنا كنا عايزين نكسب كاس ما كسبناش، كنا عايزين نكسب كاس عرب ما رحناش اساسا. دلوقتي ما عندناش غير ان احنا نوصل كاس العالم، عشان نبقى عملنا حاجه لنفسنا فلازم نوصل كاس العالم كويس. وطبعا الدباجه بتاعت ان احنا نفرح الجمهور والكلام ده كله مش ده المهم عندي. المهم عندي بقى تصريح روي رانا بعد ماتش تونس، بعد ما احنا كسبنا تونس وصعدنا كاس عالم. ده المهم عندي، لما كسبنا تونس وصعدنا كاس عالم كان مهم جدا نشوف تصريح روي رانا. روي رانا بيقول لك انا قلت لهم اهدافكم ما اتحققتش، يعني انتوا احنا لعبنا كذا حاجه وما حققناش. ده معناه حاجه، ده معناه انه راجل مركز مع عناصر مشروعه، ودي حاجه مهمه جدا. طيب يعني فهو خد من تصريحاتهم وابتدى يتكلم معاهم، ودي حاجه مهمه جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه هو قال لهم اهدافكم ما اتحققتش. الحاجه الثانيه قال لهم ناويين على ايه؟ هنحط قدامنا حلم واحنا عايزين نوصل، بس احنا كمان عايزين نوصل لاكتر من كده. علشان كده هو خطط ايه؟ احنا نكسب تونس، والماتشات اللي بعد كده نعرف نقاط الضعف والقوه. عشان كده في المرحله النهائيه مصر كسبت تونس، بس احنا ما كسبناش غير تونس، فاحنا وصلنا كاس عالم وحققنا الهدف من الماتشات اللي بعد كده. مليون تريليون مبروك لمنتخب مصر طبعا، مش احنا بقالنا كتير يعني فعلا بعيد في كرة السله. مليون مبروك للاردن، مليون مبروك للبنان، وان شاء الله يعني ربنا يسهل كده ونشوف حاجات كويسه في كاس العالم من الثلاث منتخبات عربيه، عشان احنا فعلا شرف وفخر لينا. وطبعا هارد لك للمنتخب التونسي الشقيق ان هو ما صعدش، يعني هي فرقت على ماتش يعني، بس ان شاء الله هارد لك والفترة الجاية تبقى أحسن على كرة السلة التونسية، وتكون تونس في حتة كويسة إن شاء الله. ومليون مبروك لكل العرب صعود المنتخبات الثلاثة. وبكده أكون وصلت معاكم لآخر حلقة. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وأتمنى يكون موضوعنا لإعجابكم، وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه وسلامته. على نلقاكم في حلقة جديدة من ميدو الملاعب. عاش العرب، كل العرب.